بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل رز الصيادية بطريقة سهلة وبسيطة، هنعملها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل رز الصيادية، رز صيادية سمك. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هنعملها مع بعض. أول حاجة هحط الزيت بتاعي. أول ما يسخن الزيت هنزل ببصل كتير، هنقطع البصل كده بالشكل ده أو أي تقطيع تعجبكم، بحيث بس أنا أحمر البصل بتاعنا. رز الصيادية ان شاء الله سهل، هنعمله مع بعض. خطوات سهلة اهي. حطينا زيت، بعدين البصل قطعناه الجوليان ده كده، لو حابين نزود الزيت تاني ممكن نزود عادي. اهم حاجة ان انا احمر البصل. البصل بتاعنا قرب اهو. طبعا انا هحمره اكتر من كده طبعا، ده كده هو دبل بس. غاسلين الرز بتاعنا ومنشفينه قبلها بساعتين. احنا بنقعد نقلب فيه كده عشان ما يتحرقش مننا، عشان كله يبقى لون واحد. اول ما يقرب يجي يحمر كده هنوطي عليه النار عشان خاطر ما يتحرقش مننا طبعا، عشان خاطر البصل ما بيستحملش. اول ما يوصل كده هوطي النار عليه، مش هنشتغل على نار عالية عشان ما يتحرقش مننا. كده خلاص قربنا اهو. زي
ما قلت لكم هنوطي النار عشان ما يتحرقش مننا البصل بتاعنا، ونفضل نقلب فيه برضو عشان خاطر برضو ايه البصلايه كلها تبقى لون بعض، يعني شبه بعض كده. هاخد البصل بتاعي ده بقى هضربه في الخلاط، وهحطه في كوبايه ميه واضربه في الخلاط. كده خلاص البصل بتاعنا هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. هاخد بقى البصل ده كده زي ما قلنا ونضربه في الخلاط، واحط عليه شويه ميه كده، هعمله معجون. تمام كده. وفي نفس الحله اللي احنا حمرنا فيها البصل بنفس الزيت بتاعنا اللي فيه البصل هنعمل الرز بتاعنا. نزلنا بالرز بتاعنا على نار متوسطة كده. احنا ممكن لو عايزين نحمر الرز نحمر الرز، لو مش عايزين نحمره ما نحمروش عادي. المعجون اللي احنا عملناه، البصل اللي احنا عملناه ده هو هيدينا ايه الرز البني بتاعنا بتاع الصيادية. انا بحب اديله لون كده، هو مش محتاج بس انا بحب اديله لون محمر كده. هنزل بقى عليه بايه بقى هنا، هنزل بالملح، شوية ملح، شوية كمون، ممكن لو حابين نحط واحدة حبهان نحط حبهان ممكن لو احنا محتاجين. عايزين نحط قرفة ممكن نحط قرفة. اهو ممكن نحط سنة سكر صغيرة خالص. اهو سنة سكر صغيرة. الرز كده بيه تمام. انزل بقى بالمعجون بتاعي اللي احنا عملناه مع بعض. المعجون اللي احنا عملناه بتاع البصل ضربناه في الخلاط. هنزل بقى بالمية. لو حابين تحطوا عود قرفة ممكن تحطوا عود قرفة، لو مش حابين دي حاجة اختياري. كده المية تمام. انا هديله واحد قرفة كده، نص قرفة صغير. اول ما تغلي طبعا المية كده انا هوطي عليه
ونسيبه بقى ايه مع نفسه. وبكده نشوف الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الرز بتاعنا خلص اهو. هنغرفه بقى في الطبق بتاعنا. وبكده خلصنا الرز بتاعنا، رز الصيادية. نطلعه بالشكل ده كده اهو. الف هنا وشفا. اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء.